الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الأفاضل، اليوم سنتكلم حول البعث. البعث كما تعلمون هو الإرسال أو إحياء الموتى بعد الموت. نحن نقول والبعث بعد الموت حق، أي الله عز وجل بعدما يأخذ روح جميع البشر بعد ذلك بعد فترة حين يبدأ الحشر ويبدأ الحياة الآخر كما نقول يوم القيامة، بدايته يبدأ بالبعث. الله عز وجل مرة أخرى ينبت الناس يخرجهم من قبورهم. نحن نقول لهذا البعث. سنتكلم وما معنى البعث، أو كذلك الخلاف الذي كان المشركون يقولون، ما كانوا يظهرون أمورا يقول لا يمكن الحشر، فالله عز وجل كيف يثبت لهم البعث والحشر مرة أخرى. برايد عزيز إيرو أمي بحثة شبكن بحثة ساخبونا بشت مرنه آخرة أمساكينو بيجن بعربي جراد بيجن بعث، يعني ساخبونا إنسانا رجع قيامته أمساكينو بيجن بشت محفتها شي ما يقول إنسان تبد مرن حياة تبخراد به خدا عز وجل في دنيا تفسر وبنوت که هر تشتی خلاص که علیکم السلام جارا کادی خدا حیاتش نودا دست بید که اف ساخبونا انسانا جرا تیگوتن بحث تیگوتن ساخبونا انسانا جارا کادی خدا عز وجل انسانا ساخت که جبیارا تیگوتن بزمان عربی تیگوتن بحث که خدا جارا کادی حشره دست بید که بر یک انسانا محکمه بکه عولی وان ساخت که اف ساخت کرنا هانه جب راستی ان سبب مازن بكو قال لك انسان كافر احتراس كرن جو وقت حضرت نوح بقرا حتى ام بيجن اخر زمان جي هر انسان دغو تمام مهاتنا الدنيا ده لجارك هذه امساخ نابن هر في تشتهانه دغوتن تفكي پیغمبر دهاتن بخلق را دغوتن قالوا انسان چما وفعمناكن ابيك وجارك چيكري قينكار جارك هذه وچيك خدا جي تفكي ايتا بحثافيات كده بمنم وچيكري جارك هذه وچيتكم اتكارم وچيكم أما بحثا وان تشتهاني بكن. نعم، معظم الكفار كانوا يعترضون على أنبيائهم ويقولوا لن نحيا مرة أخرى. هذا كلامهم، خلاص يكفي. كيف نموت ونكون ترابا وبعد ذلك نأتي إلى الحياة؟ قالوا هذا شيء لا يتصور. ولكن الله عز وجل ذكر في القرآن أدلة كثيرة. أولا نحن نقول أدلة نقلية، أي الله يقول، ولكن مع ذلك كل ما يقوله الله كلها أدلة عقلية. الله يخاطب عباده بالأدلة العقلية. مثلا أحد الآيات الله يقول لي الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يبدأ الخلق وبعد ذلك ينتهي وبعد ذلك يخرجكم مرة أخرى. أو آية أخرى الله يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هكذا الماء يخرج منه إنسان، نحن من الماء وأبونا آدم من التراب. من التراب رجل حي ومن رجل حي ماء ومن الماء مرة أخرى شخص حي. الأرض كذلك يكون في الشتاء أو في الخريف ينتهي كل الأعشاب أرض أسود، وفي الربيع ترى كل شيء أخضر. فهذا نحن نقبله. الله يقول انظروا إلى هذه الأمور، كل هذا يحصل. كذلك أنتم ستكونون هكذا، قد خلقتكم من نطفة ماء وبعد ذلك سأقبض أرواحكم وبعد فترة كذلك سأحييكم مرة أخرى. كيف تقبلون بأني قد أحييتكم من العدم؟ كذلك عليكم أن تؤمنوا بأني سأجمع عظامكم مرة أخرى. بهذه الأدلة الله عز وجل يخاطب العقول. من آياتك ما خوان قالوا جماعة خدات بجا تشج إنسان رد به، يعني دليل خدات قرآن بجا تذكر دليل لي خدج عاقل رتشتاد بجا عاقل ما رتشتاد بجا، يعني بجا نبجن أما خدي قوت يا نا عاقل خوشي بخبتين أزيد بج ورا بجن بالدليل بكم كيف عاقله وبكذا ميجيه. مثلا كان آيات دا خدج مرض بجا دبي از جساخا مريا دردخم جمريا ساخا چيتكم، يعني ساخا مري جمريا ساخ. مثلا دفرد عالم ده معنى لدخنكي معنى يك دبيجا انسان نقطه كي آف چيت به آف هي آوامه،
ياجي مريشكو هيك أمو ساكنو بجبون دهار حتى مريش وهيك تدي هيك تدشكيني سر اسبي خوارنت خوي گوشت موشت آوه سری بیا هيك باشه تتكليني اف هيك آنت به هيك كلاندي ياجي تخي بني مريش که 28 روز 22 روز 23 روز 28 روز چقدر وزانن او قصرود مینم ویج نزانم معلسه دمك ام ظلام تشتكي نزانم اف هيك آنت چن 20 تشتكي بني ذكر بني دايكا خدا منه مريش کا قادي جدرته اف هيك اك مزامان کی دخوار اف هيك آنه هيك ساكني بو مريشك الو ما قلبي خداش ساخا مريج مريا ساخ او اف هيكاني ساج مريج كدرته يا جي دارا برتقاله دار ابا دارا گوزه ها تفي دارانه سر يكي خيبشكه جوي گوزه هانه جوي دارانه گوز درته دارا موزت بجه موز بانان دارا كحشكه يا دارا خرمه ما شاء الله 30 متر بلنده ولكن خرمه كان يرم ددته انا خدات بجه بني وانا چقات كارم چيكم یا جی دندک اکی داتینیش دندک اتا خورما کم مازنش بی خورما جاره کدی پرتقال درتن یعنی خدای ویتش دیانه چید که یا جی ام انسان نقطه کی آب چید بن جاره کدیش ما آب کی چید به انسان کی دری چید به یعنی خدای بجه بن از جی ساخا مریا ساخا درتخم ابیا معنی کیه معنی کادن تی سالفی آیت تکوه کو عالم دبیجن هاوی خدای قرآن داد بجه دبی جی کافرا انسان مسلمان پیدا بن جو انسان مسلمان جی کافر چید بن انسان ہے باوی کافره دیای کافره او ته ایمانت به مسلمان دونی که حکل وره بو که چک جهاد بو مسلمان او خانه بو جدر جی بو مسلمان حتی کلمه شهادت یعنی دگریا کو او نورانه خدای عالم کرنسیب دگریا چما بیا مسلمان جی کیف خوشی یعنی جوی تعریتی یعنی در کت اسلامی آده باب نه مسلمان او بو مسلمان ياجي ديو باب مسلمان حجينا إمام جنا تادي نبي وان بي إيمان درتين خدي إنكار دكن يعني تشتي وساكنو چه من ما حاصل خدا هر دوت بي دبي اش ساخا مريا چه دكن مريا ساخا چه دكن پشتي عقله و بیا قبول دك خدش ترازي عقله ما قبول ناك كو ام جنوخته کی اف چه بونه ام تف قبول دكن بیا نورمال هاجما انسان را پر نورماله كو انسان جنوخته کی اف چه به پر نورماله ولكن عقله هيك انسان قبولنا كجاره قدي خده ما چيك يعني دعاء نمكنه چه به هر چه ما نمكنه ام تبج اوه چه بونه خده جو رازي دنابه مدا يك هيك بجنا ولا جاوه چه ده بو اما جوره ملائكت هم شانديه نه ولا تبج اوه چه بونه تبز كي دايكا خدا مانه تب حضرت آدم تن خده يج اخر چه كده وكيد ام تبز كي دايكا خدا مانه چما عقله ما بیا قبول که بن الفي دنیا يرو 8 مليار انسان هنه اف 8 مليار انسان تف قبول که کش آوه چه بونه ولكن وان انسان هين كده نا والله هرم جاوه چه بون بیا نورمال بیا ولكن عقله ما قبولنا که کجارا قادی انسان مری ساخ ببه تشتكي قالك هاد دوباره كرن تكرار كرن جي انسان راد بن نورمال ولو تسري خداي زحمت به ولكن قشت زمانه كي تشتكي دي انسان ويا قبولناك مخابن اوجي مصيباتهم لو ما خدات بجا موجتنبون تشكر يا واكنودكم او جاركادي از وساخ بك هناك ادله اخرى الله عز وجل كذلك يذكر بانه سيحيي الناس هكذا مثلا يقول في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يعني كنا نائمين لماذا أحييتنا مرة أخرى وخصوصا الكافر والمجرم يقول هذا الشيء يبدأ مرحلة أصعب من مرحلة القبر لذلك يقول لماذا فقنا من أخرجنا من هذا المكان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل هذا كلام الله الذي قاله على لسان الأنبياء بأنكم ستأتون والله عز وجل كذلك يذكرنا بأمر والكل عند الله متساوي الله يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أي أيها الناس إيجاد شيء من العدم وبعد ذلك بعدما تفتته تركبه مرة أخرى نحن عادة كبشر نقول جمع شيء أسهل من إيجاده من العدم هذا شيء طبيعي عندك شيء تفرقه وبعد ذلك تجمع أعضاءه فالجمع أسهل جمع أو تركيب أسهل من الإيجاد من العدم وإن كان الكل بالنسبة إلى الله متساوية لا يوجد شيء لله يكون صعب وهناك شيء سهل
ولكن الله يخاطبنا يقول حسب عقلكم هناك أمور صعب وهناك أمور سهل، فأنتم تقبلون ما هو صعب ولكن لا تقبلون ما هو سهل، وإن كان بالنسبة إلى الله كله شيء متساوي. تشتكي دي 9 آيات خداش مرد بجد بقلو إنسانا من عولي وشيكر ام هاتن اونو جار قادی بمرن بقدن جار قادی از وسا چیکم اودبه نورمال ده جار دویا تشتکی چیکی ده هر حته نوسم ابتبکی انسان تشتکی جار کی چیتکی حاضر کی او چار قادی خرات کی جار دویا چیکر نوی ده هر حته جمره ام تبصان له جار عول زحمته الدنيا حتى چیتکی بشتك تشيكر از هیم بوم از شوا چیتکم جار دویا تق 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 چیتکی یعنی تدی مثلا تشتك زاروك چیتکن یا پرچه مرچه دادن که لکه فوتوغرافا چیتکن جار عول حتی انسان چیتکه زحمت دیدینه فشتید عقل خود را دگردی اوا چید به جار دویا همان اوا چند دقیقه به هوا چید که مونتات که یعنی خدا بجه گلو انسانا بنش خدا را توکه بها حاشش خدا را تشتکی زور تشتکی رحتنه تبش خدا را وکن کن فیکن خدا بجه ببد بیانه ولكن خدا ببني القرا عقله قالوا انسانا هناك تشت هنا جوارا ودبجنا والله ابيا زوره ابيا رحته زور يعني زحمت زوره ما باكوري يعني ودبجن زحمته يعني قرصه خدا دبجه القرا عقله وابيا برد ونكارن كاسكي تشيكه وابيا تشيبو تشد ببني من القرا عقله وانا القرا مزنات ياخذ بالقرا عقله من جارك وتشكريه اي زحمته جاره قد توبي هبكم ولا رحته يعني حال بكيش خدا را تواكهبن اوانا تفچنه اوانا دليل انكو خدا عاقل بمرا خبر ده بعاقل براست القرآن الكريمة لخدا وانا تفج عاقل مرة ده اي عاقل جابك تعبيق بك تماشاك بني حياة ابا سيستم وكينو تجمع بيا قبول كي تجمع بيا قبول ناكي اوانا تف دليل كو خدا عز وجل بعاقل بمرا خبر ده وعاقل ما فبا يعني ما كريه در قيمتك دائما فرق ما حيوان ابا خداش مرة بيتشتهانه بجل يعني مثلا ام جو اخي تشيبونه جو اوي تشيبونه زاد چاو حشت يعني اوانا تفشتش نورمالا اذا ما كي تشكرنا انسان جي لهمبر مزناتيا خدا قالك راحت امر اخر علينا نحن نسميه دليل عقلي وهذا مقتبس من القرآن الكريم. نحن في هذا الحياة تعبنا كثيرا وظلمنا كثيرا وظلمنا كثيرا كبشر، لا نقول الرجل الفلاني ظالم ومظلوم، ولكن من البشر من هو ظالم بمعنى الكلمة، ومن الناس من هو مظلوم بمعنى الكلمة. عاش في سجون ومات في سجون، هناك من عاش ظالما ومات ظالما، من عاش فقيرا ومات فقيرا، من عاش مضطردا مات في البحار، مات من البرد على رؤوس الجبال. كل هؤلاء الأشخاص لم يأخذوا حقهم من هذا الحياة، لم ينتقم لهم، لم يحصلوا على من حقهم أن يحصلوا عليه، عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين. طيب أين العدالة؟ أين العدالة إذا لم يكن هناك حياة أخرى؟ الله عز وجل يحاسب الظالم على ظلمه ويكافئ المظلوم لأنه كان مظلوما فلم يستطيع أن يأخذ حقه. إذا لم يكن هناك حياة نعطي للمظلوم حقه وننتقم من الظالم، أين العدالة؟ إذا نحن نسمي هذا دليلا عقليا، وإن لم يكن هناك شيء في القرآن من الأدلة هذا يكفينا عقلا بأن نقول نحن نحتاج إلى حياة أخرى ننتقم فيها من الظالمين، أو الله ينتقم من الظالم ومن المجرم ومن الذي ارتكب أنواع الأشكال من المظالم. وكثير من الناس عاش متقيا وعاش صالحا ولكنه لم يحصل على حقه، لم يكافئ على تقواه، فكيف سنقول هذا رجل كان متقي ورجل كان فاسقا وفاجرا وهو كذلك لم يعاقب على جريمته وعلى فسقه وفجوره؟ إذا أصبحوا متساويين، وهذا لا يقبله عدل الله عز وجل. نحن نحتاج إلى حياة أخرى يكافئ الله فيها الظالم، وكذلك يجزي الخير للمظلوم أو الصالح الذي كان متقيا. هذا دليل عقلي. نحن نقول نحن بحاجة إلى الحشر حتى ينتقم وينتقم، حتى يعطي الله حق المظلومين وحق الصالحين، وحتى يعاقب الفاسق والفاجر الظالم.
دلیل کادن کو ام بجن گره آخرت هبه و ویاجی گوداری بکنج هر کسی زیترج مرا لازمه جمع کردارا لازمه ها ویاسا بجن اگر کو آخرت تنبه ها دم بجن خواهد تشتاکی نگوتی ولكن عقل خو ام بجن حیره والله گلک انسان فقیر گلک انسان بندست گلک انسان کو ظلم الوانات کرن دیایی کشتن باوی کشتن خشکایی کشتن بری کشتن یعنی مالا وشوتاندن وی شنقاندن گلک ظلم يعني أنا بيوسناك الشكل ظلم بيجم هر شخص كي ملته ما هر إنسان كي حزار حب شكل ظلم ديتيه وبيس يدن تشغوي چقا ظلم هاتيه سريبان إنسان وقوم دنيقش أجر كو محكمة كي تنبه آخرتها كي تنبه حساب كتاب ودفتر كي تنبه ورقة تشكرية تشنكرية عقل ما تشاو بيا قبولتك يعني أي وقت قيمتها إنسان ظالم وقيمتها إنسان مظلوم بواقعها وی وقت انسان صالح و انسان بی اخلاق دبن وکه نوسا وی وقت وان قرآن تشوتن وان قرآن ددن سرسر خود بن وکه وی دمهانه وان که حیات ددن انسان آلیکاریا وان کن خوارنه ددن وان یاج اوی که رزق وان ددن ظلم وان کن دبن وکه وی وقت قاتل و مقتول دبن وکه نوسا عقل ویا قبول که اویا نله گوره عدالت خدایه يعني قد تشتكتنا بجي إنسان مظلوم إنسان فقير إنسان بندست وانا أم كرديد بجن بلنغاز اوان إنسان جوان عدالت لازمه حقي وام كبدستوان لو ما أمد بجنج هر كس قالكتر قال يقينيا ما بآخرتها بك وحق ما بكبدسته ما قال لك إنسان هنا ده حياته خدا خير وخشي نديتن هر دارك السرسري وان بو الظلم الوانهات كرن قال لك انسان هنا ده حبساده عتنا الدنيا ده حبساده مرنه لبنابري يعني کوچبری يعني لوان داره قال لك انسان هنا تبع عائله خو بونه خواردنا معسيه وان خورد بحراده مرنه هنا عتنا شوتاندن هنا وان ساخ كرنا بني عرض يعني وان ظلمات باتنا كرن ايه كي حقي وانسان لا كسكي ناسانديه اك خدا كي تنبه حسابك كي تنبه ظالم را نبي تشما ظلمه كرش فقير را نبي اي فقير اي بندس هاشتا حقته وي وقت عدالتك كيماني كي تداه بيتشتكي ام بجن افياج مرة لازمه كو اخرتك يبه وحشرك يبه طبعا اجا حشر چدبه انسان خدا تبك انسان ساخت که چاوك ام يقين دكن جنم نوك نيس دار هر گيا كي خدا كبارانه كي تشنه دبه بهار هر تشتيشين دبه پاییز تفحشت بن کدا چت نزاني کدبه بهار جارا قاتی هر کس کی جی کدا درته یعنی نروا گیا کدور دا درکت یک دور درکت حال وکی پایزه تا ندید کدا چو حش و چت نزانی خدا عز و جل شی کو حشر وقت کته جارا قاتی باران اكيد بار نکاچت که انسان هدي جوي قبرهانه درت كفن وكذلك هناك حديث نبوي الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يسعق الناس حين يسعقون يوم القيامة حينما يفيقون فأكون أول من قام أي الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يحييه الله عز وجل بعد الموت في الحشر فالرسول يقول فإذا موسى آخذ بعرش الله عز وجل فما أدري أكان في من صعق أم شيء آخر ولكن الرسول يقول أن حينما فقت رأيت بأن موسى على قيد الحياة وهو ماسك بعرش الله عز وجل ويتوسل إلى الله وهذا كذلك يدل على فضل نبي الله موسى عليه السلام پیغمبر دبی عليه الصلاة والسلام وقتی که انسان ساخت بن جارت دوی خودت ببر ساخت ببن ای عولد بیک ازرات بم چعوی خبت کند نرمای موسى عليه السلام به عرش خدا گرتیه عرش يعني جيك مقام خدا عالم السريه شكلي شويه ممكن نكارن بجن زانن لبين تماشا كر موسى بيوايد بعجبا نظام افيا بريا مساخ ببو ياجي رحي حضرت موسى ساق ولو حضرت موسى جار كل دنيا بروز کا خدا له خستش هش خدا چ وقت گو يا رب استبدينم خدا گو رق حب كل خسته كي كت هشي چو عجبا اوين از بين زانم ولكن بي وقت ازرابو من ديت حضرت موسى جي لوي يعني خدا عز وجل حياتك سر ايمان بكنسيبه ما مرنك سر ايمان روجا قيامت خدا مساخ كر روس في ما بحضور اخو ما بكجيرانش پیغمبر اخرى شفاعته بكنسيبه ما رزقنا الله وإياكم حياة على الإيمان وموتا على الإيمان وحشرا تحت لواء سيد الأنام إلى أن نلتقي في درس آخر ابقوا في حفظ الله ورعايته.